صباح الفل يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دينا من مطبخ دينا ابو الحسن. النهارده ان شاء الله هعرض لكم فيديو كده هو من قلب الحدث. الفيديو بتاعنا النهارده عن مذبح السيدة زينب. يا بنات، مذبح السيدة زينب دوا اللي مش عارفه هو خلف مستشفى 57-357. والجزارة اللي بصور لكم فيها دلوقتي هيظهر اسمها دلوقتي، صاحبها المعلم فرجاني، وهو برضو هيطلع برضو دلوقتي معايا برضو في الفيديو وهو بينظف المنبر. الحاجة هناك عندهم صبحة وجميلة وطازة، وهتشوفوها برضو معايا ان شاء الله واحنا بنسويها مع بعض. صدقوني هناك الاسعار مختلفة تماما عن اللي عندنا في الاسواق بتاعتنا. اهي زي ما انتوا شايفين كده معايا اسم الجزارة، اهي جزارة عباد الرحمن. في وشها كده مسجد، وهي خلف المستشفى مباشرة. تمام، زي ما انتوا شايفين بقى الناس الشقيانة التعبانة اهي شغالين بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يديلهم الصحة والعافية يا رب. والحاجات هناك على فكرة قابلة للفصال جدا. ده كده اللي ظهر ده المعلم فرجاني، مشهور جدا هناك طبعا في المكان بتاع المذبح بتاع السيدة زينب دوا. وهسيب لكم كمان العنوان بتاع المكان في الديسكريبشن بوكس، هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف كده، وعلشان اللي حابب يروح. الاسعار هناك قابلة طبعا للفصال زي ما قلت لكم. وهقول لكم برضو على الحاجات اللي موجودة هناك، وهقول لكم برضو على الأسعار مقارنة بأسعار الأسواق بتاعتنا. طبعا زي ما احنا عارفين الأسواق ان هو سعرها غالي جدا جدا، وانا الحمد لله جبت من عندهم حاجات جميلة جدا. السلام عليكم يا حبايب قلبي. احنا زي ما انتوا شايفين اهو كده، انا لسه راجعه من المذبح اهو والله طازه. قلت بقى الحق اصور لكم الفيديو قبل ما اغسل الحاجات بقى واشيلها. الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كده هي لسه ما اتغسلتش خالص ولا اتعمل فيها اي حاجه خالص. جبنا ايه بقى مع بعض؟ انا طبعا صورت لكم الجزاره طبعا اللي انا اشتريت منها بتاعه عباد الرحمن. الجزاره دي مشهوره جدا جدا في حي السيده زينب، اي حد عارفها، اي حد حتى من على محطه المترو كده بتقولي له مثلا يوصلك توك توك او اي حاجه بيوصلك لحد هناك، وهم عارفين الجزاره دي لانها مشهوره طبعا جدا هناك. تمام. تعالوا بقى بينا كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كده ما شاء الله احنا جبنا ايه كده مع بعض. انا جايبه معايا حاجات ما شاء الله يعني الله اكبر، تكفيني اكتر من الشهر وزياده. بما ان طبعا الدواجن سعرها ارتفع جدا جدا. الفراخ البلدي الكيلو بقى ب45 جنيه، يعني زي ما كنا بنجيب البط بالظبط كان الكيلو ب45. مش عارفه والله الناس هتعمل ايه في الغلا اللي احنا فيه ده. ما علينا، ادينا بنحمد ربنا اهو خلاص. دلوقتي دي كده الكوارع اللي هي بتاعه الضاني، اللي هي بتبقى بتاعه الخرفان الضاني او بتاعه الماعز، الحاجات دي يعني. عنده هناك ما شاء الله، يعني في منها كتير جدا، ما شاء الله عليها، يعني متوفرة هناك بكثرة قوي. لما تيجي بقى تشتريها تختاري الرجل القدامانية اللي هي بتبقى الايد مش الرجل. تنقي اللي هي اللي بتبقى مدملكة شوية دي مليانة كده وحلوة، ما تنقيش اللي هي المعصعصة دي. شكلها حلو وشربتها خفيفة كده وحلوة، وبنعمل عليها الفتة وبتبقى جميلة جدا، احسن من التانية. غالية التانية عند الجزار والله قبل ما انزل على المذبح امبارح سأل عليها ب110 عندنا هنا عند الجزار اللي انا بتعامل معاه. فقلت طب لا، طب ايه يعني اللي هيجبرني على كده؟ طيب، وانا بصراحة ربنا من عشاق اكل المذبح والحاجات دي، انا بحبها جدا جدا. انا الوحيدة في البيت انا وبنتي اللي بنحب الحاجات دي قوي، معوداها من صغرها كده ان هي تتأقلم وتتعود على الاكل ده كده، محدش ضمن الظروف الجاية فيها ايه بالظبط. فجبنا بقى النهاردة الرجول اللي هي او الكوارع اللي هي الضاني او الماعز دي. انا جايبة ب20 جنيه 8 وحدات. هو بيديكي الاربعة ب10.
يعني الاربع رجول من دي ب10 جنيه. تمام، حلوة ومفيدة ومغذية وجميلة جدا جدا والله، احسن من حاجات تانية، احسن من الكلام الفاضي اللي بنروح نشتريه من بره ده اهو. تمام، ده كده اول حاجة جبناها معانا. طيب تاني حاجة بقى جبتها الممبار. انا من عشاق الممبار الضاني، اللي هو الممبار بتاع الخروف. بصوا بيبقى رفيع خالص كده اهو، شايفين؟ يبقى رفيع خالص كده. انا بحشيه بالقمع، وصورته معاكم قبل كده ووريت لكم طريقتي فيه. طبعا زي ما قلت لكم الحاجات دي انا لسه جايباها دلوقتي حالا طازه اهي من المذبح طازه، ولسه ولا اتغسلت ولا اتعمل فيها اي حاجه، فقلت اصور الفيديو الاول وبعد كده اقول لكم طريقه الغسيل بتاعتها بتتغسل ازاي. تمام، انا جايبه هنا اهو ده كده كيلو واحد بس من الممبار الضاني. تمام، لان انا طبعا ما بعملهوش لوحده، انا بعمل الممبار مثلا ولحمه الراس، او مثلا ممبار وفشه وكرشه كده يعني، واحنا يعني زي ما بيقولوا نفرين يعني، ما كترناش على بعض، فبيبقى الاكل كتير، فخساره بقى ان هو يترمى ولا حاجه، فبعمل على قدي كده اهو. ده كيلو كده من الممبار الضاني. لما تيجي بقى تشتري الممبار، تشتري الممبار اللي هو فيه الدهنه دي، شايفه كده اهو زي ما هو باين اهو كده معايا في الكاميرا اهي اهي. تشتري الممبار اللي فيه الدهنه، علشان ده كده الممبار اللي هو بيكون اللي هو البلدي. اما الممبار المستورد بتلاقيه ابيض زياده عن اللزوم، يعني ده كده لونه اوف وايت زي ما انتم شايفين اهو كده معايا، هي بس الكاميرا ممكن هي اللي تكون مفتحاه كده شويه. تمام، الممبار بقى تعرفي المستورد من البلدي ازاي. البلدي بيبقى فيه الدهنه دي كده اهو اهي، واضحه جدا اهي طبعا على الكاميرا اهي، بيكون فيه دهنة ولونه بيبقى اغمق سنة من المستورد، يعني لونه بيبقى اوف وايت كده اهو. ده لو هو ايه مغسول يعني كده من الداخل، او واخد مشطوف كده يعني بمعنى اصح. تمام، اما التاني بقى اللي هو المستورد ما فيهوش بقى الدهون دي كده خالص، مش موجودة فيه، ولونه شفاف ابيض ناصع البياض، بس لما تيجي تاكليه بيبقى عامل زي ما تكوني كده بتاكلي بلاستيك، حاجه كده ملهاش لازمه يعني، ملوش اي طعم ولا ليه اي عايزه. اما بقى الممبار البلدي دوا، يعني مش قادره اقول لكم بقى بصراحه ربنا، وطبعا الناس الاكيله والناس اللي يعني بيتفرجوا عليا دلوقتي اكيد فاهمين انا قصدي ايه. ده كيلو الممبار البلدي، الكيلو هناك كان ب45 جنيه. صحيح قبل ما انسى عايزه اقول لكم ان الجزاره اللي هي بتاعت عباد الرحمن دي ما شاء الله عليهم، ناس نظيفه جدا جدا زياده عن اللزوم، ما شاء الله يعني اللهم لا حسن، وحاجتهم كلها طازه كده وفريش يعني. هم في قلب المذبح، ما عندهمش بقى حاجه بتبات ولا الكلام دوت. وزي ما قلت لكم دوا ب45 جنيه الكيلو، و حاجتهم كلها جميله، والناس هناك بشوشه كده وكويسه ومعاملتهم حلوه قوي. وكمان الحاجه هناك قابله للفصال، يعني انت وشطارتك بقى، انت وشوفي بقى انت بتعرفي تفصلي ازاي. تمام، ده كده بالنسبه ايه للممبار وللكوارع اللي هي الضاني. ندخل بقى على الكوارع اللي هي العجالي، او اللي هي البتلو اهي، زي ما انتم شايفينها اهي كده معايا اهي. بص شكلها ما شاء الله عليها يعني اهي. بصوا انا جبت اللي هي البتلو دي، في منها البتلو انا خليته كسرها لي كده، في البتلو وفي التانية اللي هي الجاموسي. البتلو ده اهي الواحدة ب60 جنيه، انا واخداها منه ب55، جميلة جدا جدا، وبتبقى شربتها يعني مش قادرة اقول لكم والله العظيم على طعمها وعلى ريحتها. بس اهم حاجة بقى عليكي وعلى الحاجات دي كده في الغسيل، اهم حاجة تغسلي الحاجة لما تقطعي نفسها من كتر الغسيل، حلوة جدا جدا وطعمها لذيذ قوي قوي قوي. تمام، نيجي بقى هنا هو دي راس خروف اهي، دي كده راس ضاني يعني راس خروف، مش راس بتلو ولا حاجة. الراس الضاني هناك الواحدة ب40 جنيه، هو يقولك ب45، خديها منه على 40 جنيه بالمخ بتاعها اهي اهو. ده كده المخ بتاعها اهو. تمام اهو، لسه في تكملة جوه، وطبعا باللسان بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. دي طبعا بتتغسل كويس جدا برضو. والمخ دوت طبعا هنعمله طبعا مع بعض بانيه كده مع كبده، بتبقى حلوه قوي بجد زي ما انتوا شايفين.
بيكسرها لك لو عايزاها متكسره، وبيسيبها لك صحيحه لو انت عايزاها صحيحه. بس انا عن نفسي يعني بحب ان هو يكسرها لي كده، علشان ايه؟ ما اقعدش اوجع دماغي بقى في البيت هناك بقى في التكسير ووجع القلب ده. دي حبايبي عامله ايه؟ 40 جنيه. نيجي بقى هنا هو كده نشوف احنا جبنا ايه تاني كده مع بعض. جبنا مع بعض اللسان اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللسان ده كده اهو عامل 2 كيلو ونص. تمام، ده كده 2 كيلو ونص. انا اسفة طبعا على منظر الدم وكده، بس والله انا جيت قلت اصور الفيديو على طول كده اهو، علشان خاطر ايه؟ تبقى الحاجة زي ما انتوا شايفين كده قدام عينيكم اهو. تمام حبايبي، بقى زي ما قلت لكم كده هو اللسان دوت كان باللغلوغ بتاعه اهو زي ما بيقولوا اهو. يعني كل ده كده هو لحمه موجوده اهي في قلب اللسان دي كلها. اللسان قلت لكم كان 2 كيلو ونص. ده كده كان الكيلو ب60 جنيه. تمام، هو كده كده بيتباع عند الجزار الكيلو ب85 وب80، في جزار بيبيعه 80 وفي جزار بيبيعه 85. اما هناك بقى في المذبح بيتباع ايه؟ ب60 جنيه، وممكن تاخديه منه كمان على 55 انت بقى وشطارتك بقى في الفصال. ماشي، ده كده ايه بالنسبة للسان. نيجي بقى هنا هو نقرب شوية بقى ونشوف بقى ايه اللي معانا بقى ده اهو. دي بقى معانا ايه؟ الفشة. الفشة دي فشة ضاني اهي زي ما انتوا شايفين اهي. هي بتبقى صغيرة كده اهو، فشة الخروف يعني بالبتاع الزور بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين اهو معايا. الفشاية دي بقى بتبقى عاملة 15 جنيه. ماشي، هي بتتباع كده على بعضها بتبقى عاملة 15 جنيه دي. ودي برضو كرشة ضاني برضو اللي هي كرشة الخروف، دي برضو بتبقى على بعضيها برضو اهي. يعني بتبقى عاملة لها كده حوالي كيلو ونص كده او 2 الا ربع حاجة زي كده يعني اهي زي ما انتوا شايفين. دي برضو الواحدة ب15 جنيه. هو هيقولك ب20، خديها منه ايه على 15 وانتي وشطارتك بقى في الفصال. تمام، نيجي بقى لهنا هو. دي بقى لحمة الراس. لحمة الراس عندهم ما شاء الله جميلة جدا، ومعظمها بقى كده هو احمر زي ما انتوا شايفين اهو اهي. دي بقى بتبقى كلها كده هو لحمة حمراء اهي زي ما انتوا شايفين اهو كده معايا. تمام، لحمة الراس عند الجزار موجودة ب60 جنيه. وهناك بقى في المحل اللي قلت لكم عليه اللي صورته لكم بتاع عباد الرحمن دوت الكيلو هناك ب40 جنيه. تمام، لحمة الراس اهي زي ما انتوا شايفين اهو. انا جايبة كده هو منها كيلو ونص، جميلة جدا. الحاجات دي بقى زي ما انتوا بقى عارفين طبعا كلكم ما شاء الله عليكم يعني. مش محتاجين ان انا اوصف لكم هي بتتغسل ازاي او بتتنضف ازاي. الحاجات دي بس رشي عليها الاول كمية ملح محترمة على كل حاجة. تحطي عليها كمية ملح محترمة وتسيبيها ان هي تنزل تصفي الدم اللي فيها ده كله لحد لما تنضف معاكي وتبقى بيضة كده زي الفل. وبعد كده هو هتجيبي بقى الملح الرشيدي اللي هو الملح الخشن دوت، ومعاكي الخل بتاعك ومعاكي الليمون، وتدعكي بقى في الحاجة على قد بقى ما تقدري بقى زي ما انت عايزة. والكرشة طبعا انتوا عارفين طبعا هي بتتنضف طبعا ازاي، مية مغلية مع كربونات وملح ليمون، وهتتنضف معاكي كل الطبقة بقى اللي من فوق دي كده كلها كده هتطلع وهتبقى معاكي بقى زي الفل. تمام، ده كده كان الفيديو بقى بتاع النهاردة اهو. اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم وينال رضاكم، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا بقى من المكان اللي انا جبت منه، وتكونوا كمان استفدتوا كمان من الاسعار اللي انا عرضتها لكم النهارده. المكان هناك زي ما قلت لكم الناس هناك كويسه جدا، والمكان قابل للفصال وزي الفل. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو بقى ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من البنات. ولو اول مره بقى بتزوري القناه بتاعتي يا ريت تضغطي لي بقى على زر الاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. ولو حابين وصفه معينه او طريقه عمل حاجه معينه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هنعمل كل حاجه باذن الله مع بعض. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده من حلقات مطبخ دينا ابو الحسن، واسيبكم في رعايه الله ومع
عندك بص ام عماد ادي نص من بار. كام؟ تفضل يلا 15. ما انتوا واخدين الحساب الاولاني. نعم. اللي انت عاوزه. لا تقوى انت بالسالب. بقول لك ايه يابا 14 ماشي. كسرهم لي ولا كسرهم؟ مصور لسانك.